تصور انت العمله النادره بهذه البطوله، والله يوفقك وان شاء الله هذا الجيل اللي ينبنى على ايدك ان شاء الله يستمر كباتن بتوفيق. ابتسامتك الحلوه وين؟ مبتسم، خلص المؤتمر مبتسم عموري. زين كابتن، احنا نقول لك مبروك. مبروك للعراق، مبروك للعراق. مبروك. بس انه الرساله اللي توجهها للشعب العراقي، انتم احنا عاده الثقه للعراقيين، عاده البسمه للعراقيين، سواء هاي كره قدم. نعم. شو توجه رساله للاماراتيين والعراقيين؟ قبل كل شيء على الاماراتيين والعراقيين ان يفرحوا بالجيلان وبالمدربان. ووصلت الكرة الإماراتية والعراقية لهذا الحد في هكذا بطولة، وابتعد كل الكبار. هذا شيء يسجل للكرة الإماراتية والعراقية. إلى العراق يا حبيبي يا عراق، عليك أن تستعد للفرحة، وعليك أن تفرح وتترك العيارات النارية حتى نتمكن من العودة بأفراح كبيرة، والكاس إن شاء الله ينزل في مطار بغداد. أهلا وسهلا كابتن مهدي، يعطيك العافية. كيف شايف المباراة؟ أكيد مباراة مهمة أمام منتخب العراق. طبعا مباراة النهائي مباراة أكيد مباراة مهمة، وهو تتويج لعمل الفريقين خلال الفترة اللي طافت. إن شاء الله يعني الفريق يكون جاهز ويقدم المستوى المطلوب منه مثل ما تعودنا دائما. ما شاء الله المدرب الوطني، أنت مدرب وطني ومدرب منتخب العراق ومدرب وطني، وأنتم اللي ظفرتوا بالبطولة وظفرتوا بالنهائي. هذا شيء يسعدنا وإحنا سعداء بهذا الشيء، لكن السعادة الحقيقية راح تتحقق لما يتوفق عملنا ومجهودنا بالتتويج إن شاء الله. لعيبة الشباب ولا لعيبة الخبرة؟ زي ما يقول لعيبة الخبرة منتخب العراق. لا، دائما هم الخبرة ما تقاس بالعمر، يعني تقاس بالعدد التجارب اللي انت خضتها. الحمد لله يعني لعيبتنا صغار لكن مروا بتجارب كبيرة ولعبوا مباريات دولية كثيرة، واكيد راح تساعدهم باكر ان شاء الله.